من ضمن القصص الحلوة في بطولة كأس العالم بعد مباراة المنتخب البرازيلي مع صربيا، في عائلة برازيلية كانوا يمشون رايحين صوب المترو، عندهم ياهل صغير. الياهل الصغير تعب وبين عليه الجهد، فقام واحد عليه علم فلسطين مثل ما انتم تشوفون، خذاه وحطه مسكين على في كتفه ويعني رقده وتم يعني يمشي فيه الظاهر وصل لين ما ركبهم في القطار. العيله هذه من هي؟ الشخص اللي لابس علم فلسطين مجهول، لكن هذه العيله ظهروا عيله مدرب منتخب البرازيل تيجي، وطبعا هو المدرب يصير الابن هذا يصير حفيد المدرب يعني. فتموا صار لهم فتره ويتكلمون عنه في الاعلام البرازيلي، يدورون على هذا الشخص اللي حمل هذا الطفل اللي حاط على ظهره علم فلسطين. والعيله تقول، عيله المدرب نفسه يدور عليه لان العيله بيهدونه قميص منتخب البرازيل كنوع من التعبير والامتنان لما قام به اتجاههم، يعتبر يعني شيء طيب يعني في النهايه. طبعا هاي الشيء احنا عندنا عادي، لكن شوفوا شو مدى تاثيره عندهم، انه يعني قام وخذ الياهل وحطه هني على كتفه وشاله. يعني انا اقول لكم هاي الشيء عادي، لكن عندهم هم شيء كبير. ليش؟ طبعا مش الكل، الاغلب يعني البعض منهم، لان هناك ما حد يفتكر في الثاني، ما حد يحس في الثاني، ما حد يقوم بالثاني، ما حد يساعد الثاني. والله لو يشوفونك طايح في الشارع ما يدرون بك ولا يوقفون عندك ولا يقولون لك وش فيك حتى. لكن احنا هني هذه الثقافه اللي عندنا وهذا العلم اللي عندنا، هذه القيم اللي عندنا، هذه المبادئ اللي عندنا، انه بكل بساطه هو ترى سواها بشكل عفوي ولا يدري ان هذول اصلا يقربون حق مدرب المنتخب البرازيلي ولا حاجه. حبكي حتى الحين يصدم يقول والله هاي ولد حفيد المدرب. فعموما رساله باختصار مثل ما وصل لنا احنا ايضا ان العيله تدور عليه على هذا الرجل لان تبي تكرمه بقميص منتخب البرازيل.